ده كده الشهر الاولاني او كده ال 30 يوم الاولانيين اللي قدرت ابني فيهم الهيكل بتاع الشركه. طيب ال 30 يوم التانيين انا بقى محتاج اعمل فيهم ايه؟ محتاج اما اجي اعين سيلز اعين واحد او اثنين او ثلاثه، مش عدد كبير عشان يقدر يدخل معايا في المنظومه بسهوله. طب تاني حاجه مهمه جدا، عدد الليد برضو اللي بجيبه لازم ما يكونش عدد كبير، ولازم ابقى مفوكس على حاجات معينه. ثالث حاجه لازم اعمل متابعه دوريه للليد، لازم اعرف الليد لما بينزل للسيلز ايه اللي بيحصل معاه، بيكلمه، الفولو اب بيتعمل في ميعاده، مركز السيلز مع الليد كويس. رابع حاجه مهمه جدا، لازم نعمل ميتنج اسبوعي، اقعد مع السيلز سواء 1 تو 1 او اقعد مع التيم او اقعد مع الشركه كلها 1 تو 1 عشان اقدر احط ايدي على نقط القوه. هل الناس عملت مكالمات وما تحولتش المكالمات دي لميتنج فعلي؟ يبقى كده عندنا مش في مشكله في المكالمه. طب الناس دي عملت مكالمات وجابت ميتنج ونزلت ميتنج ما قفلتش، يبقى هل المشكله بقى في التسكين بتاع العميل انه ما عرفش يسكن العميل صح، ولا المشكله في الكلوزنج؟ وابتدي اشتغل على كل ده في مرحله متتابعه.